ثاني اكسيد الكربون مطيه بدل الاكسجين يوم، بدل الاكسجين مطيه. غبي انت غبي، بنتي زرقاء مكبين عيونها بحلقه، طلعوها يقولوا لي العاشيه ميته. اختراع جديد في مستشفى النعمان، غاز ثاني اكسيد الكربون يعطى للنساء بدلا للاكسجين اثناء عمليات الولاده. المواطنه نور عامر اخذت انفاسها الاخيره من الكربون لتكون ضحيه الاهمال واللامبالاه من قبل احدى المستشفيات المهمه في بغداد، لتترك خلفها 3 أطفال بعمر الزهور. بنتي كل شو ما بيها، اطالب ان الوزير الصحه، وزير الداخليه، الحباجي، سيد مقتدى، كلهم يشوفون حق بنتي. اريد حق بنتي يطلع، بنتي ماتت مقدوره حدث للجهل، ابنها بالصاله الساعه 12 ما حد لافه، لقينا قطعه زرقاء، قطعه زرقاء يدفعوني يقولوا ان حملك مسؤوليه اذا صار شيء، مو بنتك، وهي بنتي الميته، بنتي الميته يوم، بنتي الميته. احنا نريد نسد المستشفى كلها لان مو ذاك يوم قبل يومين وحده ماتت نفس الحاله، وهسه هم وحده ماتت. هاي مو بكلب، بشر عابت للجهل، ودوها البيت ابنها ميتمه امه، لا لا اب لا دنيا، سقطت وراحت وماتت وطلعوها زرقاء. ورا قبل ما يطلع بالبنج جاء ورا ما ماتت وصارت الركضه ببطن صارت العمليات، اجوا وقعوا على رجاء قال له مرتك ما تقبل تتبنج. إدارة مستشفى النعمان الجهة المعنية أكدت أن دائرة بغداد الرصافة شكلت لجنة من قبل 4 أطباء استشاريين، مضيفة أن الأسباب الأولية للوفاة تقول خطأ في مواد التخدير التي أعطيت للضحية، بانتظار نتائج التحقيق في الحادثة. شكلت لجنة نعم، وبرئاسة السيد المدير العام بعلمه، وشكل لجنة من خارج مستشفى النعمان لكي تكون التحقيقات عادلة ودون محاباة. عللت أنه قد يكون خطأ في التخدير أو مواد التخدير، ولكن هذه سير التحقيق سوف يثبت حقيقة ما جرى. في صالة عمليات الولادة هذه توفيت المواطنة نور عامر بعد أن أعطيت غاز ثنائي أكسيد الكربون بدلا من غاز الأكسجين بحسب ذويها، وسط تأكيدات بأن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها في داخل هذا المشفى. من داخل مستشفى النعمان ببغداد، أنس يوسف، قناة دجلة الفضائية.